بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن مقاسات العمرة. لما تجيلي عربية وهبدأ افك ايه المقاسات اللي هشتغل عليها ومعنى القياسات دي ايه اللي متدرجة في السوق. يعني هيقولك العمرة دي استاندر، العمرة دي 0 10، العمرة دي 0 20، يعني ايه كل معنى ليها. واحدة واحدة الأول كده ان شاء الله نبدأ. انا اصلا ليه بعمل عمرة؟ انا بعمل عمرة واتجه لاتجاه العمرة ده لخمس اسباب رئيسية. ممكن يكون عندك سبب واحد منهم، وممكن يكون عندك اتنين، وممكن يكون عندك تلاتة، وممكن يكون عندك خمسة، حسب كل حالة. وعلى أساسها ببدأ أخد قرار إن أنا هبدأ أفك وأعمل مقايسة عمرة. أول سبب معدل تآكل الزيت. هيجيلك عميل بيشتكي إن معدل تآكل الزيت عالي. أول سبب ده مش شرط إن بسبب أفك محرك. أي معدل تآكل بينقسم لحاجتين: تآكل خارجي وتآكل داخلي. التآكل الخارجي لازم اشوف اسبابه. ممكن يكون اولسيه بيسرب زيت، ممكن يكون جوان بيسرب زيت، وارد يكون آه في جزء تربو مثلا مواسير تربو بتسرب زيت. في حاجة بتسرب زيت خارجي. ده اول حاجة. تاني حاجة تسريب زيت داخلي، بمعنى ان معدل التآكل ده جاي نتيجة ان في زيت بيخش داخل غرفة الاحتراق وبيتحرق مع الحريق. طيب الزيت ده معدل التآكل الداخلي هيبقى عندي حاجة من الاتنين: لا إما في حاجة بتجبر الزيت إن هو يخش جوه غرفة الاحتراق، زي تربو بايظ فهيجبر لك الزيت إن يخش داخل غرفة الاحتراق. السبب التاني إن وارد يكون مثلا بلف الفايز اللي هو البي سي فالف بيهرب الزيت على طول، معلق فاتح، فالزيت كله بخار الزيت بيطلع على طول يدخل عندي في غرفة الاحتراق فبيتحرق، فبيسبب ان معدل تآكل الزيت بيزيد. يبقى ده اول سبب. تاني سبب عندي ان بيكون عندي صوت من المحرك، صوت مثلا ثابت مع الدوارة، صوت مع التزويد، صوت داخلي. فبالتالي لازم اسمع صوت كويس وابدأ احدد الصوت جاي منين. تالت حاجة ان بيكون عندي اداء المحرك ضعيف. اداء المحرك ضعيف بسبب ان في عندي مس فاير بيحصل نتيجة، ليه اسباب كتير جدا، بس احنا بدأنا خدنا اجراء محرك يبقى بسبب ميس فاير، حريق غير مكتمل، بسبب ان مفيش عندي هنا كبس جيد، الحاله الميكانيكيه للمحرك ضعيفه، فبالتالي انا هفك عشان اعمل عمره. تالت حاجه ضعف ضغط الزيت. عميل نورت عنده لمبه زيت، نورت لمبه زيت ليه؟ هل مستوى الزيت قليل؟ وارد، فانا ببدأ بالاول بالاسهل لان وارد يكون تسريب خارجي هو اللي مسبب لي المشكله. هل ضعف ضغط الزيت ده بسبب مشكله كهرباء؟ وارد. هل ضعف الزيت ده بسبب ترمبة الزيت؟ وارد. هل ضعف الزيت بسبب تآكل زيادة في الخلوص؟ وارد. فأنا ببدأ أشوف أفك عشان هعمل الخطوات دي، بس حدد الأول ضعف الزيت ده جاي من جزء ميكانيكال. تالت حاجة إن أنا ببدأ أفك المحرك، خامس حاجة إن أنا أبدأ أفك المحرك عليها وهي أعطال دورة المية. لو العربية دي ضربت جوان هضطر أفك محرك. لو حصل خلط زيت على ميه من نتيجة الجوان هفك المحرك. حصل خلط بين غرفتين هيهرب كبس فهفك المحرك. حصل مشكلة ان الجوان هرب الكبس للمية فهفك المحرك. دي كلها دول خمس اسباب الرئيسية اللي انا ببدأ افك عليهم المحرك وابدأ اعمل قياساتي وابدأ اعمل عمرة. قبل ما بتعمل عمرة في نقطة كبيرة، اول ما تتخرج كده وتبقى مسؤول عن ورشة، مسؤول عن مركز، حتى لو حاجة خاصة، انت عندك دلوقتي في نوعين من مقايسات العمرة. اسعارها تختلف طبعا، بس في حاجة اسمها مقايسة نمطية وفي حاجة اسمها مقايسة فعلية. اللي بنشتغل عليه لو انت اشتغلت وطلب منك مقايسة نمطية، بتشوف المحرك اللي عندك ده، لو انت شغال في براند واحد او شغال في محرك واحد او حتى شغال مالتي براند، انت عارف انواع المقايسة النمطية ايه. يعني المحرك ده انا افك فيه، فانا عارف بدل فكيت يبقى انا عايز اي حاجة فيها رابر هتتغير، جوانات والساعات كلها هتتغير مبدئيا. محتاج عمرة يبقى محتاج بستم، يبقى محتاج طقم شامبر، يبقى محتاج سبيكة، يبقى محتاج ترمبة زيت.
ممكن بقى لو في حاجة تانية، في حاجات إضافية حسب المحرك ببدأ أحطها، اللي أنا عارف الحاجات دي بدل فكيت وهبدأ أعمل عمرة، الحاجات دي كلها لازم تتغير. وفي مقايسة فعلية بعد الفك. المقايسة الفعلية دي بقى اللي أنت بتحدد عليها بعد ما فكيت وخدت قياساتك، اللي هنتكلم عليها دي فعلا اللي العميل هيدفعه. بس اللي لازم تبقى عارف ان انت ازاي تعمل مقايسة نمطية، ايه البنود اللي انت هتغيرها في العمرة بشكل دوري. نيجي بقى لمقاسات العمرة. انا عندي مقاسات العمرة بتنقسم لجزئين، جزء ستاندر وجزء متغير. جزء الستاندر ده لو تقدر تعمل عندك ستوك هتقدر تعمله، جزء متغير مش هتقدر تعمله، بيختلف من محرك لمحرك حسب الحالة. اول حاجة الحاجات اللي هي المقاسات الستاندر، الصبابات. الصبابات كلها نفس المقاس، مش تختلف معايا، بدل فكيت واغير صبابات يبقى صبابات كلها واحد. وبالتالي كاوتش صباب واحد. ترمبة الزيت واحدة مش هتتغير. طقم كاتينة معاها مش هيتغير. عمود الكامة مقاسه ستاندر مش هيتغير. البيل مقاسه هيفضل ستاندر، بتلاقي مكتوب اس تي دي معناها ستاندر. البستم والشمبر والشميز في بعض الحالات بيكونوا ستاندر وما بيتغيرش مقاساته، هنتكلم عليها دلوقتي. وطقم الجوان ستاندر ما عدا جوان سلندر. يبقى انا عندي الحاجات دي كلها ثابته، هعمل عمره مش فارقه معايا ليها مقاس. نيجي بقى الحاجات المتغيره. طقم السبيكه البيرنج، لا طقم السبيكه متغير. طقم الشمبر متغير لان طقم البستم نفسه متغير. وجوان وش السلندر متغير حسب معدل القشط اللي انا عملته، عشان ساعات بيسجل بعد كده معايا اكواد وهنتكلم عليها وازاي نحلها ان شاء الله. ان شاء الله. طب احنا اتكلمنا عن الثابت والمتحرك. الثابت والمتغير. الثابت اللي عندي تعالى بقى نبص كده، بيستم شغال جوه البلوك نفسه، السلندر جوه البلوك، فبالتالي لما بيحصل معدل تآكل كبير هنا كده، الزيت يتهرب جوه غرفة الاحتراق، بيبقى انا بالتالي عايز امنع التآكل ده، فيبقى عندي ده مقاسه بقى اكبر، فانا عندي حل واحد، ان انا هاكل من هنا كده معدل التآكل بحيث السلندر كلها تبقى ايه، مقاسها متناسق تمام. طب انا كلت من السلندر ده، كلت من الجسم نفسه، مش محتاج اعوض معدل التآكل ان هيحصل تسريب. فمعدل التآكل ده اعوضه ان انا هغير مقاس البستم. غيرت مقاس البستم تباعا هغير مقاس الشامبر. تحت الكرانك ده لو حصل له مشكله، مش في هنا بيكون بيرنج، سبيكه الكرانك. السبيكه دي لو حصل لها معدل تآكل يبقى بالتالي هغيرها. ممكن اغير السبيكه بس، وممكن محتاج اخرط الكرانك، هو مقاسه ده اتاكل فانا هاكل منه فبقى مقاسه اصغر، فانا هجيب سبيكه عشان تعوض معدل التآكل اللي انا اكلته. ده الحاجات المتغيره. طيب الحاجات الثابته، في الديزل، الديزل بلوك سعره عالي، على طول بيبقى باستمرار شغله كتير، مجهود اكتر، حمل اعلى عليه، فبالتالي بيحتاج على طول عمرات. طب انا كل مره هخرط، يبقى انا بالتالي عندي الماكينه ممكن 3 مرات هخرطها وارميها واشتري ماكينه جديده. لا، يقول لك انا ساعتها بستخدم حاجه اسمها شميز. الشميز ده بيبقى مكانه هنا وجواه البستم، فبالتالي لما يحصل معدل تآكل هنا هفك الشميز ده وارميه واجيب شميز تاني هيجي بنفس المقاس الاساسي بتاعه الستاندر، والبستم هيبقى ستاندر وطقم الشمبر هيبقى ستاندر، طبعا كل دول بيجوا جداد. طب احنا قلنا دلوقتي ستاندر ومقاس متغير. احنا عندنا دلوقتي لو انا هعمر عربيه، هعمر محرك، عندي بستم وعندي بلوكه، وانا قلنا احنا هناكل من هنا كده، يبقى انا محتاج اعدل معدل التآكل. طب هو اللي هيخرط او اللي يعمل معدل تآكل ينفع كل واحد هيخرط بمزاجه لو مفيش حاجه ستاندر. طب بالتالي لو كل واحد خرط حسب ما هو شايف اللي هو عايزه، بعد ما افك الاربع، بس بعد ما خرطت مثلا خدت 1/10 من ملي، هلاقي بيست يعوض لي التآكل ده؟ لا، فهو في ستاندر. الستاندر دول 4 مقاسات، 0.10 و0.20 و0.30 و0.40. لو فكيت البيستم بيبقى مكتوب عليه اس تي دي، ممكن تكون اتمسحت مع الشغل طبعا او الجزء اللي موجود عليه. اس تي دي ده ستاندر، يعني البيست مثلا 76 ملي فهو ستاندر بتاعه 76 ملي. طب حصل تآكل وانا هخرط، عندي 4 ستاندر، لا اما ربع ملي، لا اما نص ملي، لا اما 3/4 ملي، لا اما ملي. فانا اقول دلوقتي ان انا هخرط نص ملي. نص ملي معناها 0.20. طب جت منين؟
انا عندي تحويل الارقام، لا اما تحويل فرنسي لا اما انجليزي. الفرنسي شغال بالبوصه، انجليزي شغال بالمليمتر والسنتيمتر والمتر. الواحد بوصه بتساوي 25.4 مليمتر، والواحد بوصه بتساوي، لو قسمتها لاجزاء جواها، الواحد بوصه بتساوي 1000 ساو. فبالتالي ال10 ساو بيساوي 25، بتساوي ربع ملي تقريبا، اللي هي 25.4 من ملي. فبالتالي انا عندي لو حسبتها من البوصة هيبقى 0.010 بوصة بتساوي كام؟ ربع ملي. طب لو جينا هنا قلنا دي 0.20 يبقى هنا نص ملي. لو قلنا 0.30 يبقى 3/4 ملي. لو قلنا 0.40 تبقى ملي كامل. ملي منين؟ من قطر البستم او قطر الاسطوانة. فده معنى 0.10 و0.20 و0.30 و0.40. 0 اللي هي بوينت 0.10 من البوصة. فبالتالي انا دلوقتي لو البستم ده 76 ملي وانا هغير بستم، هجيب بستم اكبر، هيبقى هخرج 0.20 مثلا، يبقى اللي هيجي لي ده مقاسه 76 ونص، اللي هي 0.20 من البوصة الزيادة اللي حصلت. تمام كده؟ طب انا هقيس بقى البستم ده منين؟ يقول لك بتقيس البستم ده الستاندر، بتيجي من هنا كده من اخر جزء في البستم وبترفع حوالي من 12 ل 15 مللي، وبتقيس بالمايكروميتر من اخر جزء. وقيس الرقم ده هو اللي بتعرف البستم اللي عندك ده هل كان ستاندر، هل كان 0.10، هل كان 0.20، هل كان 0.30. نفس الفكرة في السبيكة تحت، بس هنا في البستم لما بياكل معدل، هو بيعوض معدل التآكل الأكبر، السبيكة بيعوض معدل التآكل الأصغر. يعني هنا هيبقى الكرنك صغر فأنا هعوضه بسبيكة، هنا هيكبر فأنا هعوضه بالبستم. هي دي الفكرة بتاعت مقاس العمرة، زيرو على الحاجات المتغيرة والحاجات الثابتة. وشكرا.